كوبري جديد في الكرة المصرية، وكلنا كنا متعودين ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل كباري. بس المرة دي الكوبري ده معمول في النادي الاهلي. ايوه زي ما بقول لك كده، كلنا دلوقتي مشغولين باكرم توفيق، هيجدد للنادي الاهلي ولا هيمشي من النادي الاهلي، وان اكرم توفيق مش عاجبه العرض المقدم من النادي الاهلي، وان في عرض مقدم له بمليون ونص واكتر، فاضعاف اضعاف اللي هياخده من النادي الاهلي. فاللي يغور يغور ويجي مكانه طابور، والنادي الاهلي ما وقفش على لاعب بعينه. والنادي الاهلي زي ما عمل اكرم توفيق هيعمل 10 زي اكرم توفيق. اكرم توفيق كان جاي لاعب مغمور محدش يعرفه، اكتسب نجوميته من لاعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي من كذا يوم بقى احمد القندوسي لسيراميكا كليوباترا مقابل قد ايه بقى؟ 600 الف دولار لمده 3 مواسم. وده الكوبري الجديد اللي هيحصل في الدوري المصري، ان الزمالك هيقدم عرض كبير جدا جدا لنادي سيراميكا عشان ياخد احمد القندوسي. واحب اقول لك على حاجه، ان الزمالك لو قدم عرض كبير لنادي سيراميكا كليوباترا، فاللاعب احمد القندوسي هيوافق ان هو يروح للزمالك، لانه خلاص مشي من النادي الاهلي، ومشي بطريقه مش كويسه من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي استغنى عنه. استغنى عنه ليه بقى؟ لان كلنا عارفين هو طلع وقال الحقيقه ان في سمسره في اداره النادي الاهلي، وفي سمسره في اداره التعاقدات في النادي الاهلي. بس اداره النادي الاهلي عمرها ما هتغلط نفسها، فعلشان كده مشيت احمد القندوسي. فاحب اقول لك كوبري جديد في الدوري المصري، وان احمد القندوسي في نادي الزمالك.